السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لمساء الأربعاء 16 من أبريل لعام 2025، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. مستشفى جندع المرجعي يجري عمليات جراحية للعيون لأكثر من 200 مواطن. خدمات مرضية لكسور العظام في مستشفى حليبة. دعوة للشباب لتنمية ثقافة الادخار. في الأنباء العالمية، الهند ودول إفريقية تجري أول مناورات بحرية لتعزيز التعاون الإقليمي. طهران ترفض الشرط الأمريكي بشأن وقف تخصيب اليورانيوم. فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أجريت عمليات جراحة العيون ل 205 مواطنين في مستشفى جندع المرجعي قادموا من مديريتي جندع وشعب. وأفاد قائد فريق الأطباء الذي تكون من 10 أخصائيين لجراحة العيون بمستشفى العيون برهان عيني بالعاصمة أسمرة الدكتور إيوب بينه أنه تم إجراء عمليات جراحية ناجحة لبياض العين والتراكوما والتهابات العيون المختلفة. وذكر أن العيون تتأثر بالتغيرات المناخية وأنه توجد مضاعفات في العين تسبب تدهورا سريعا يوصل إلى عمى العين دون شعور المرضى بها، موصيا الجميع للانتباه وإجراء فحوصات دورية لضمان صحة أعينهم واتباع الإرشادات الطبية في حال تلقيهم للأدوية. وأشاد المواطنون الذين أجريت لهم العمليات بتلقيهم الرعاية الطبية التي تؤثر على حياتهم جذريا، بذكر أنهم ظل معظمهم يعانون من مشاكل تدهور وضعف النظر لفترة طويلة، وأنهم سعداء للعناية التي تلقوها. دعا المهنيون الصحيون المواطنين الذين يعانون من إصابات في العظام والعضلات وحروق جلدية بضرورة التوجه إلى الطبيب لتلقي الخدمات الصحية العاجلة. ودعا مسؤول أقسام جراحة العظام والحروق في مستشفى حليبة الوطني المرجعي المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مرفق صحي قبل عمل أي شيء لتحديد المشاكل الصحية وعلاجها. وأوضح مسؤول قسم العظام والعضلات الدكتور يوئيل أبراهام إجراء أكثر من 2200 عملية جراحية في العظام في عام 2024، منها 118 عملية أجريت بالتعاون مع أخصائيين أجانب. وذكرت الدكتور فنان جبريهوت عن قسم الحروق أن المواطنين الذين يعانون من حروق تتراوح نسبتها بين 10 إلى 20% من أجسادهم يتلقون العلاج بالرقاد، مشيرة إلى أن من بين 1490 شخصا تلقوا الخدمات في عام 2024 خضع 356 منهم لعمليات جراحية كبرى وصغرى. وذكرت المجتمع بضرورة الامتناع عن استخدام العلاجات التقليدية مثل استخدام الجازولين والقهوة والتمر ومعجون الأسنان وغيرها أثناء الحروق، واستخدام الماء البارد فقط حتى يتلقى المصاب الرعاية الطبية. وجهت دعوة للشباب لتطوير ثقافة الادخار وتجنب المكيفات ذات العواقب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. وقالت الصيدلانية دانايت سناي من مستشفى مندفر المرجعي والقاضية لؤلاء في السهاتين من محكمة الإقليم الجنوبي لوكالة أنباء الرينا إن المتطلب الرئيسي هو العمل بجدية على تغيير السلوك، ودعتا إلى العمل على توجيه عقول الشباب إلى ما هو أبعد من الأمور الزائلة والعابرة إلى أنشطة مفيدة للحياة ومعناها. وذكرنا بأن تطوير العلاقات الإيجابية مع الناس والعمل على تطوير الذات والأسرة والوطن من بين الأشياء الرئيسية والجوهرية، ويجب على المؤسسات الحكومية والمدارس ودور العبادة وخاصة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة العمل بشكل جدي على هذه القضية والتوعية لتطور ثقافة الادخار. وقال مدير بنك عد وقري التجاري السيد يوسف تسفاي إن 70% من العملاء أصبحوا من الشباب منذ عام 2015 بسبب إدخال نظام الرواتب الجديد وإدخال عملة نقفة جديدة. وحث المؤسسات الأخرى على حزو مبادرة مكتب وزارة الصحة لفتح أعضائه حسابات ادخار بنكية.
ودعا الشباب على تجنب إهدار أموالهم على أشياء غير ضرورية لأن ثقافة الادخار في عمر الشباب تفيد لاحقا. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية المصوع دورة تدريبية لمدة شهرين في الإدارة والقيادة ل47 طالبة. وفي مناسبة التخريج في 16 من إبريل أوضح مسؤول الفرع السيد داوود تخلوم أنه بالإضافة إلى التدريب على الإدارة والقيادة تم تقديم محاضرات حول أهمية تمكين المرأة في التعليم والمساواة بين الجنسين وأضرار الختان وزواج القاصرات. وقال مدير مدينة مصوع السيد هيل أسفها إن إدارة المدينة تنفذ برامج مختلفة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة وتعمل لتعزيز قدرات المرأة. وفي الختام تم توزيع الشهادات على الخريجات والمساهمين. أقيمت فعاليات ثقافية وعلمية ورياضية ضمن أسبوع المدارس في مديريتي حمل مالو وحقات بإقليم عنسبة ومديريتي نقفة ومصوع بإقليم شمال البحر الأحمر. وأوضح منظمو الفعاليات أن الأنشطة تهدف إلى تنمية القدرات العلمية والبدنية لدى الطلاب والتي شارك فيها 1000 طالب. وأشار مدراء المديريات المعنية في كلماتهم الافتتاحية إلى أهمية تنظيم الفعاليات في العملية التعليمية مؤكدين جاهزية الإدارات المحلية في توسيع أنشطة مماثلة مستقبلية. وناشد مدراء المدارس المجتمع عامة وأولياء الأمور خاصة لتعزيز دورهم لدعم مشاركة الطلاب في المنافسات والفعاليات التي تنمي الحس التنافسي وقدرات الطلاب فيما بينهم. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام. فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي بدأت الهند مع عدة دول إفريقية أول مناورات بحرية مشتركة على سواحل مدينة دار السلام التنزانية في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الدفاعية بين الهند وإفريقيا. التمرين البحري الذي أطلق عليه اسم التمرين البحري الرئيسي بين الهند وإفريقيا يستمر 6 أيام، وهو من تنظيم البحرية الهندية وقوات الدفاع الشعبي التنزانية. وقال مسؤولون في البحرية الهندية في بيان لهم: تعكس هذه المناورات التزامنا المشترك بضمان السلام والأمن في منطقة المحيط الهندي. وأضافوا أن هذه المناورات تعزز من قدرة الدول المشاركة على الرد على التهديدات البحرية وتعزز التعاون الإقليمي. وأشادت وزيرة الدفاع التنزانية استيرغومينا لورانس التي شاركت في مراسم الافتتاح بهذا التمرين، ووصفته بأنه بداية مرحلة جديدة في الشراكة البحرية الاستراتيجية بين الهند وإفريقيا. تشمل المرحلة البحرية من التمرين تدريبات تركز على الدوريات البحرية المنسقة وعمليات الإنقاذ والمناورات التكتيكية، كما يتم التخطيط لتبادل ثقافي ورياضي بين المشاركين لتعزيز التعاون. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الملف غير قابل للتفاوض في أي محادثات مع الولايات المتحدة. وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب اجتماع حكومي في العاصمة طهران، قال عراقجي: نسمع مواقف متضاربة من المسؤولين الأمريكيين، وهذا التذبذب لا يخدم العملية التفاوضية بل يعقدها، مؤكدا أن إيران ستتعامل مع الواقع داخل قاعة التفاوض وليس مع التصريحات الإعلامية. وأضاف أن طهران منفتحة على حوار جاد في حال قدمت واشنطن مواقف بناءة وواقعية، متوقعا بحث هذه القضية في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة التي ستعقد يوم السبت المقبل في العاصمة العمانية. من جانبها جددت الولايات المتحدة رفضها لأنشطة إيران النووية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا أو برنامجا لتخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن أي تقدم نووي يمثل تهديدا إقليميا ودوليا خطيرا. تجددت الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد تهدئة لم تستمر سوى فترة وجيزة، إذ قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية. وحمل بيان لقصر الإليزيه السلطات الجزائرية مسؤولية ما وصفه بالتدهور الكبير في العلاقة
العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب الإليزيه في بيانه عن استيائه إزاء هذا الفتور المستجد الذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمات هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون. كان من المفترض أن تنعش العلاقات بين أزمة استمرت أشهرا. وأعلنت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية ومنحتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد ردا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا. في النبأ الأخير، سجل الاقتصاد الصيني نموا فاق التوقعات بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من أساس سنوي بدعم من ارتفاع قوي في الصادرات، إلا أن تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضعف التوقعات وزاد الضغوط على بكين لطرح المزيد من الحوافز بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول 5.1% مقارنة بالعام السابق، متباطئا من 5.4% في الأشهر الثلاثة السابقة. وتستهدف بكين نموا اقتصاديا بنسبة تقارب 5% هذا العام، وهو هدف يصفه المحللون بأنه طموح بالنظر إلى التراجع المطول في سوق العقارات وتباطؤ الطلب المحلي والرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الصينية. ونما الناتج المحلي الإجمالي 1.2% على أساس فصلي خلال الفترة من يناير إلى مارس، وهو أقل من التوقعات بارتفاع 1.4% ومقارنة بزيادة 1.6% في الربع السابق. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. مستشفى قنداع المرجعي يجري عمليات جراحية للعيون لأكثر من 200 مواطن. خدمات مرضية لكسور العظام في مستشفى حليبة. دعوة للشباب لتنمية ثقافة الادخار. الهند ودول إفريقية تجري أول مناورات بحرية لتعزيز التعاون الإقليمي. طهران ترفض الشرط الأمريكي بشأن وقف تخصيب اليورانيوم. فرنسا تطرد 12 موظفا بالسفارة الجزائرية ردا على خطوة مماثلة. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله.